في فروع طبعا للشركه، فطبعا وفي فروع وفي امكانيات. يعني الامكانيات احنا مش لسه هنبدا، احنا اوريدي بنستخدم السيت اب اللي موجود، امكانيات الشركه الضخمه جدا العالميه بتاع الدكتور حاتم في ان هي تخدم على الابلكيشن بتاعنا. فطبعا حته الامكانيات وحته الكلام ده الحمد لله تذللت بالكامل، واصبح بامكاننا ان احنا ننطلق بامكانيات. يعني انت مش محتاج ان انت تجري علشان تسبق، انت اوريدي التحقت بقطر ماشي بسرعه 200 كيلو في الساعه او اكتر من كده يعني. فالحمد لله دي اضافه كبيره جدا ادتنا، فتحت لنا بلاد كتيره. في مكاتب تمثيل ان شاء الله هيتم فتحها على مستوى كل بلاد العالم. احنا لينا طبعا التركيز بتاعنا لان الفكره محميه في 184 دوله، فهم دول اللي هيبقى فيه تركيز فيهم. اعتقد ان شاء الله، وده اللي انا حابه، ان النواه تبدا من مصر، وهي فعلا بدات من مصر. في بلاد تانية ابتدت فعلا تشتغل. تفضيلي دايما يمكن كان حتى من ضمن الحاجات اللي كنت عايزها ان التوقيع يتم في مصر، وان ان الانشاء يبدا من مصر والانطلاقه تبدا من مصر. ودي يمكن دايما كنت انا بناشد فيها ونفسي ان هي تتم وتمشي بالمنظر ده، لان فعلا بخلاف العوائد الماديه اللي ممكن تيجي للبلد، يكفي العوائد الادبيه بعد كده. لان المنظمه ديت في الاخر شئنا ام ابينا لازم هتبقى منظمه تحت اشراف دولي اوكي عالمي، شئنا ام ابينا. لان لما بتكلم على خسائر العالم 2.4 تريليون دولار، دوله زي امريكا اللي هي من اكبر الدول في العالم بتخسر 350 مليار دولار سنويا، يبقى احنا بنتكلم على حاجه كارثه بتقابل العالم كله. فشئنا ام ابينا المنظمه دي مش هتبقى مجرد منظمه كيان منصب على اشخاص، هيبقى كيان منصب على دول برعايه دول. فكون ان المنظمه دي تبدا نواتها وتنطلق من مصر، ده يعني يكفيني شرف ان تبقى العائد الادبي بخلاف طبعا العائد المادي يكون راجع للبلد طبعا. شكرا جزيلا. شكرا لك جدا، شكرا لك.